برحب بالنجمة منى فضالي معانا في ورشة فنية، وعايزك تكلمينا عن موضوع طريقة التعاون مع الممثل الحاج حسين فهمي وكريم عبد العزيز. حسين فهمي يعني انا بعتبر نفسي يعني اشتغلت معاه مرة 5 تقريبا، أول مرة اطلع على مراته يعني بحبه. كريم كمان انا اشتغلت معاه لانه انا كان نفسي اشتغل مع كريم عبد العزيز، يمكن دي حاجة فاتتني جدا لان هو بيمثل قوية جدا في التمثيل، وكانت حاجة لطيفة حلوة حسين وكريم مع بعض، ودي فكرة مسؤولية كبيرة يعني مش حاجة قليلة. شغلك في سلسلة دم مع الفنانة عبلة كامل تقريبا بتعمل لهجة صعيدي تقريبا، فاللهجة الصعيدي بقى بالنسبة لمنى فضالي صعبة وسهلة؟ لا اللهجة الصعيدة لطيفة يعني ما تعبتش فيها قوي. اي نعم تقف كلمات كده بتبوظ مني، بس يعني معانا مصطلح اللغة يعني الحمد لله. انا حاسه ان انا حتى بقى بس بقعد اضحك راضيه بضحك على نفسي على اللهجة مش متوقعة نفسك مش بتخيل الناس بيتكلموا زيي، بضحك على نفسي. حضرتك من الصعيد اصلا ولا من القاهرة؟ لا مش من هناك. لا ما بقولش، انا مخلطه شويه يعني انا من المنصوره اصلا، وعندي يعني جدتي اصلا سوريه يعني مخلطه على سوريا. طريقة التعاون بقى مع الفنانة عبلة كامل تستفيد منها خبرات او بتاع؟ انا للاسف مدام عبلة كامل ما قابلهاش خالص، ما عنديش ولا مشهد معاها، بس بنتقابل في اللوكيشن. بحبها جدا، هي نفسها اتجوز، هي طول ما بتشوفني تقول لي الهي تروحي تتجوزي وتخلفي، هي نفسها تشوف لي عيال، فيعني انا بعتبرها ماما وانا بحبها جدا على المستوى الشخصي. السينما فين مننا؟ اهو داخله ان شاء الله، بس لما ابتدي ابقى اقول عشان ما تقوليش داخله ايه. مع مين طيب؟ مع مين؟ ما تقوليش مع مين؟ لا منتج. لا وائل عبد الله. الاسباب اللي كانت مخليه منى بعيد عن السينما مش حابه ان انا اعمل افلام، انا عندي سيناريوهات كتير قوي في البيت، بس يعني مش عايزه اعمل فيلم وخلاص بمجرد ان انا ابقى موجوده وخلاص، والافلام ملهاش هدف، فمش حابه ان انا ابقى كده. صوتك حلو بتغني؟ لا ده انا فاشله، بغني بالحمام ماشي انا عارف انك بتغني. لا يعني اغاني لا دي كانت مشروع فشل يعني، بس يعني قلنا نعمل بلوف يعني حاجه بلوفيه لكن مش مضربه ضرب يعني، لكن لا اوعى. ايه اكتر الالوان اللي انت بتحبي تلبسيها غير الالوان؟ بحب الاسود، بحب الابيض، بحب الاحمر جدا يعني علم مصر بحبه جدا، بحب الفوشيا، عندي الوان معينه بحبها يعني. اكتر اكله بتحبيها ايه؟ نقطة ضعف. ما بحبش الكذب بعيط. منى فضالي بتقضي العيد بتاعها ازاي؟ الايه؟ العيد انا عيد البيت، يا اما بسافر بره، بحب اسافر في العيد مثلا، اطلع بره مصر. راس السنه الجديده بقى بتعملي ايه في راس السنه؟ السنه دي ان شاء الله هسافر، هطلع فرنسا. موقف كوميدي حصل بينك وبين اي حد من المعجبين؟ معجبين؟ لا في واحد بصراحه مش ليه، كانت صعبه جدا بصراحه. انا كنت باين واحده صينيه وواحد صيني مع بعض جايين بيقلدوني في مسلسل بجد، كانت معايا ناس صحابي قالوا لي بقى قعدوا يكلموني على المسلسل وقلدتني في الرقصه بتاعت المسلسل بتاع ورده. يا نهار اسود انا وصلت للصين، اكيد عاملين مني حاجه صغيره هناك يعني انت نجمه كبيره. لا مش قوي بس يعني كانت جامده من سنين مش دلوقتي، فاستغربت قوي ان في مسلسل معلم معاهم كده يعني. بتحبي تدخلي المطبخ وتطبخي ولا؟ بحب اعمل اكلات معينه، مش شاطره قوي بس عندي اكلات بحب اطبخها. زي ايه؟ بحب اعمل محشي. ورق عنب؟ لا كرنب. لا الحاجات اللي لسه دي ما بعرفش اعملها، فاشله. حاولت اعملها مره بس فشلت يعني. بحب اعمل بطاطس، اعمل كل المكرونات. لا يعني اي ستيك، نفسي بقى اتعلم الملوخيه دي والباميه والحاجات دي نفسي. انت ليه بتحبي الكلاب عن القطط؟ علشان ماما كرهتني القطط، عندي كان 40 قطه ولا حاجه و20 قطه وبقيت اصرفهم، بقيت بحب القطط جدا. انا اول مره اجيب كلب، كان عندها كلب قبل كده كبير طفشته لها عشان بتهتم بيه اكتر منه. اغرب شائعة استفزتك؟ جوزوني مره في اسبوع 4 شخصيات يعني، ما يعني عايزه اقول ده انا لو هتجوز كل واحد يومين ده لازم اعدي الاسبوع يعني. في مشاكل بيننا وبين الصحافه
لا اغلب الوقت في تصريحات غلط وحاجات ما هي دي بقى اللي بتخليني ان انا ما اتكلمش مع حد. مش كده يجي حد يصاحبني يكلمني ممكن تلاقيني ما بردش، بخاف بقلق منهم، لانه ما حدش بيستغل مهنه الصحافه كويس قوي. يعني حتى لو حد سمع حاجه من بره يتاكد الاول منها قبل ما يكتبها. يعني ده رايي، ما حدش بيكتب حاجه بناء على السمع. انت صفاتك الشخصيه كل فتره بتنضفيها، بتمسحي الناس اللي مالهاش لازمه، ايه الاسباب اللي بتخليكي تعملي كده؟ انا بعمل كده كل يوم، آه. مش كل فتره. الحمد لله بتمسحي. الحمد لله كل يوم لا انا كل يوم تقريبا بكتب لهم كمان. ده انا عندي مزاج عندي عشان افهمهم ان انا بشيلكم. وفي بقى ده الاستفزاز، الاقيهم يبعتوا لي والنبي ما تمسحينا، ايه التفاهه دي؟ ما انت اكيد عارف ان انا همسحك عشان انت عملت موقف. يعني ما انا ما عنديش مشكله ايا كان مين هو. نجم نفسك تشتغلي معاه؟ عادل امام. نجمة. عادل امام نجم. او مين؟ نجمة. نجمه. نفسي اشتغل مع ليلى علوي، حمش شاهين، الناس دي انا بحبها دي جدا. اخترت من جيلي في ناس كتير نفسي اشتغل مع منى زكي، بحبها، وياسمين عبد العزيز. ليه بحبهم اخترت جدا الاسماء دي؟ عشان بحبهم جدا. انا اصلي الهام شاهين بحبها قوي قوي، واشتغلت معاها. بس مدام ليلى علوي ما اشتغلتش معاها، فنفسي اشتغل معاها. انا بحبها، انا بسميها قطه، هي قمر. كلمه بقى لجمهورك اللي اقول بيتابعنا. لكم ميرسي ان انتوا يعني واقفين في ظهري، واسفه لو حد زعل مني في اي موقف. كده واحب الناس لما يعني تحكم عليا من شخصيتي انا، ما يعرفوني مش من السمع. اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. 2016 جايه، يا رب تبقى سنه سعيده. انا كل سنه بقول نفس الجمله دي، ما بتبقاش سعيده ابدا. لا ان شاء الله تبقى سعيد. فيا رب ان شاء الله تبقى سنه حلوه علينا كلنا، واللي نفسي حاجه تتحقق ان شاء الله. تابعوا اخباري على دوشه فن عشان هو ما يزعلش.